أهلا بيكم في فيديو جديد. هي طريقة سهلة جدا، هنعمل سويس رول مع بعض في البيت بطريقة سهلة جدا وبمكونات بسيطة جدا برضك، يعني حاجة سهلة ومش هقول لكم هاتوا أدوات وحاجات صعبة كده إيه تعملوا بيها، لأ، هنعمل حاجات بحاجات موجودة في البيت. المقادير سهلة جدا وهتحفظوها: 100 جرام سكر، 100 جرام دقيق، 100 جرام زيت، وأربع بيضات. 100 جرام زيت نص كوباية، 100 جرام سكر، كوباية إلا معلقة هرمية، وكوباية دقيق بردك اللي هي 100 جرام دقيق، يعني بردك كوباية إلا معلقة بردك هرمية، وأربع بيضات. هنفصل الصفار عن البياض زي ما انتم شايفين كده، البياض لوحده في بولة، والصفار بردك لوحده إيه في طبق، يعني في بولة بس. وبعد كده هنحط على بياض البيض ذرة ملح. وطبعا الطبق اللي هنحط فيه بياض البيض ما يكونش فيه ولا نقطة مية، يكون ناشف تماما، عشان لما نيجي نضربه كويس جدا يبقى معانا زي الكريم شانتيه. وبص انا قلبلكوا الطبق اهو، يعني ما بيقعش. طبعا هتضربوه شويه كتار لحد ما يتماسك زي ما انتوا شفتوا كده معايا. هنحط على صفار البيض، هنحط ال 100 جرام سكر، وهنضربه كويس جدا لحد الصفار ده ما يدي يفتح، يعني لونه يبقى ابيض. وهنحط معلقه ايه صغيره كده مليانه ايه معلقه صغيره فانيليا عشان الزفاره بس. وهنحط الصفارة على البياض. وفي طريقة تانية هتشوفوها معايا في الفيديو أسهل من كده كمان، أنا جبت لكم طريقتين. هنحط الصفار على البياض، وبعد كده في طبق كده على جنب هنحط الدقيق، وهنحط معلقة صغيرة بيكنج باودر. طبعا الدقيق طبعا هيكون منخول. هنحط الدقيق على مرتين، وبالراحة كده بالسباشلا، بالراحة كده هنقلب من تحت لفوق بالراحة خالص، علشان الهواء اللي احنا دخلناه في بياض البيض طبعا ايه ما يروحش لو عملنا جامد، ولا اكننا عملنا حاجه. وهنحط بقيه الدقيق والزيت، هنحطه على مرتين مثلا او 3 مرات، بالراحه برضك بالتدريج. وهنقلب بالراحه عشان ما نطلعش الهواء اللي احنا دخلناه في الاول بالمضرب الكهربائي، بالراحه. وهنجيب صاج 28 في 39، مقاسه 28 في 39، مقاسه صغير. هتجيبوه من اي مكان بيبيع مستلزمات خامات الحلويات او من ادوات المطبخ. بس هنحط طبعا ورق زبدة، بالراحة كده ان ايه هنسويه في الصاج كويس جدا. ال ال الكيكة عامة اللي هي السبونج او السلوس رول بيحتاج نار عالية، درجة الحرارة بتبقى 200 غير الكيكة، يعني مش نار هادية. هو بيحب النار العالية، بس مش نار عالية 250، لأ، درجة حرارة 200 اللي هي درجة متوسطة. والفرن يبقى سخن قبلها بس ب5 دقايق. بس هو بياخد 10 دقايق، هنطلعه وهتشوفوه معايا. دلوقتي بعمل لكم الطريقة التانية، اللي هو الصفار البيض ضربناه كويس جدا طبعا، عملنا العكس، حطينا البياض على الصفار. الطريقة دي كمان أسهل من الأولانية. بس احنا بنعمل مع بعضينا دلوقتي سويس رول الشوكولاتة. الأولاني فانيليا. بالراحة برضك هنحط البياض على الصفار بالتدريج برضك، والدقيق هنحطه برضك ايه على مرتين، والزيت زي ما انتم شايفين كده بالراحة. وطبعا الدقيق برضك حط له معلقة ايه بيكنج باودر. وهيشيل من كوباية الدقيق اللي هي 100 جرام، هيشيل منها معلقة، وحطينا بدلها معلقة كبيرة كاكاو خام. بالراحة برضك بالراحة عشان الهواء ما يخرجش من الحاجات اللي احنا ضربناها كويس. احنا طلعنا الصاجة اهوت مع بعضينا، بوريكم ما شاء الله اسفنجية جميلة. طريقة سهلة وبسيطة جدا. هنلفها الأول من غير ما نحط فيها كريمة عشان تاخد وضعها. هنخليها على جنب لحد ما نضرب الكريم شانتيه نجهزه، تكون هي بردت وخدت ايه القوام بتاعها. هو انتوا ممكن تغيروا الورقة وتحطوا ورقة زبدة تانية، بس انا هحط ورقة زبدة لما نيجي نزينها. انا بعمل لكم كل حاجة ببساطة من غير حاجات صعبة يعني.
هنجيب كوباية عصير هنحط فيها كريم شانتيه أكياس أو كريم شانتيه خام، هو الخام أحسن كمان عشان بيرمي كمية أكتر، بس ده اللي كان عندي الأكياس. هنحط 3 أكياس هيعملوا كوباية عصير، وهنحط عليهم كوباية ونص لبن مثلج، يبقى كوباية عصير كريم شانتيه وكوباية ونص لبن مثلج. هنا كوبايتين لأ، حط كوباية ونص، وهنضرب كويس جدا لحد الكريمة ما تتضاعف. هناخد جزء من الكريمة وهنحط عليها معلقتين مربى فراولة. جربوا الطريقة دي بالظبط كده بنفس المقادير، هتدوقوا طعم ان شاء الله يعجبكم. جبنا السويس رول وهنحط عليه الكريمة بالفراولة بمربى الفراولة، طبعا براحتكم، مش عايزين تحطوا مربى فراولة بس هي بتديها طعم حلو قوي، عايزين تحطوا مكسرات حطوا، الحاجة اللي بتحبوها حطوها. عايزين تحطوا ما تحطوش مربى فراولة وتحطوا قطع فاكهة بس صغنونة، تقطعها صغنن قوي، حطوا بس من كمية مش كتير عشان لما تيجي تلفوها ما تطلعش بره اللفة. حطينا الكريمة وبعد كده هنلف، انا بوريكم اللفة كمان بتتلف ازاي، طريقة سهلة جدا وبسيطة زي ما انتوا شايفين. بعد كده هناخد السويس رول اللي احنا لفيناه وحطيناه في الكريمة، هنحطه في الفريزر لمدة 10 دقايق مثلا او 5 دقايق عشان هنزينه بعد كده. هنجيب بقى الكريمة اللي كانت موجودة اللي كنا سايبينها قبل كده، هنحط عليها كيس كريم شانتيه بالشوكولاتة، وهنحط بردك عليه معلقة صغننة شوكولاتة خام، وهنضربهم مع بعضينا مع شوية لبن صغيرين يعني، وهنحط الكريمة على بردك ال السويس رول، وهنلفها بردك مع بعض. سهلة جدا المقادير دي، خدوها بالظبط بالشعرة، طعم آه، خرافي، ومقادير سهلة جدا جدا جدا، مش صعبة. يعني انا قلت لكم بالميزان وقلت لكم بالكوباية، وما جبتش يعني ادوات مثلا ان هي بتاعه التورت، هي عندي بس انا عملت لكم بالموجود عندي بحاجه بسيطه. دي قطاعه بتاعه المخلل جبتها لكم اهيت، يعني شوف حاجه بسيطه جدا موجوده في كل بيت، حتى لو مش موجوده بمسطره نظيفه ما تكونش انتم مستعملينها مثلا، وتسووا بيها تسووا بيها السويس رول، بدل ما اقول لكم هاتوا سكرابر. لا انا جبت انا يعني الحاجات دي انا جبت لكم الحاجات اللي متواجده في كل بيت، لو انتوا لسه اول مره تعملوا الحاجه دي هتعملوها بحاجات بسيطه من بيتكم. بعد كده هعلمكم بقى ايه بالادوات التانية بقى، والحاجه تطلع بيرفكت يعني ولا غلطه يعني، جميله. انا كده عامله لكم سويس رول بيتي، يعني بحاجات بسيطه جدا موجوده في البيت. زينوها بقى زي ما تزينوها، انا حطيت عليها شوكولاته بيضه بخطوط كده رايح جاي وكريز. التزيين ده بقى ايه براحتكم وحسب ذوقكم يعني، كل واحد يفنن في التزيين بتاعه. انا جبت لكم حاجات بسيطه وتزيين بسيط خالص. صلى على رسول اللي وصل لحد هنا يسمي الله ويصلى على رسول صلى الله عليه وسلم. وعايزه بقى اللي يجرب اي وصفه يكتب لي كده ويفرحني كده في الكومنتات ان يجربها، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم، كل الوصفات ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. واللي وصل لحد هنا ما ينساش يدوس لايك و... وطبعا كومنت حلو كده منكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. طبعا احنا حطينا دلوقتي نوتيلا، حطيت عليها معلقه زيت وضربتها كويس جدا، وبعد كده حطيتها ايه على السويس رول بالشوكولاته، وسيحت شوكولاته بيضه وحطيتها بردك ايه بخطوط كده ايه تعريجيه كده شكلها كده ايه بسيط يعني. وادي الشكل النهائي و... واشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.